انت فرح اللي عاش يا عيني، وانت بكرة اللي غير فيه، وانت ده انت اللي خايف عليا، يا للحنان مشتاق. بهدفين معقولين يا رب يكونوا كافيين، الزمالك الغير موفق بيضيع فرصة فوز كبير وبيحتفظ لماتش العودة بشيء من القلق. الزمالك بيبدأ اللقاء بعبد الواحد السيد في حراسة المرمى، قدامه 4-2-3-1. فتح الله وياسر إبراهيم قلبين دفاع، على يمينهم أحمد سمير، على شمالهم عبد الشافي. قدامهم محورين ارتكاز نور السيد ومؤمن زكريا، قدامهم 3 وينج رايت حازم إمام، وينج ليفت مصطفى فتحي، وبينهم محمد إبراهيم. في الهجوم مهاجم صريح أحمد علي. الزمالك بيبدأ اللقاء بروح عالية، رتم سريع، دفاع متقدم، خطوط متقاربة، افتكاك سريع للكرة وتنويع للهجمات. إلا إن كل ده اصطدم بسوء مستوى محمد إبراهيم وحازم إمام. محمد إبراهيم بالذات لو في حالته كان ممكن يساهم في تغيير شكل ونتيجة الماتش تماما. في حالة حيازة الكرة محورين ارتكاز بياخدوا شكل رأسي، نور متمركز بين ياسر إبراهيم وفتح الله، ومؤمن ضامم على محمد إبراهيم. في حالة فقدان الكرة مؤمن بيرتد كارتكاز صريح جنب نور، وبيضم عليهم محمد إبراهيم كراس مثلث. حازم ومصطفى فتحي بيردوا لنص الملعب يساعدوا سمير وعبد الشافي. الطريقة فيها اعتماد كبير جدا على مؤمن ومحمد إبراهيم، واحد كان نجم الماتش والتاني كان أسوأ لاعب. عانى أحمد علي من الوحدة كتير في الشوط الأول. محمد إبراهيم بيلعب متأخر وبيرجع كتير يساند نور ومؤمن في افتكاك الكورة. مصطفى فتحي وحازم ما بيضموش لجوه ال18 من غير كورة إلا قليلا في الجملة المتفق عليها عشان يشتتوا الدفاع ويخفوا الضغط شوية عن أحمد علي. الزمالك احتاج جدا في الشوط الأول لانطلاقات عمر جابر المفاجأة في العمق، أو لمهاجم تاني، أو لكرة ثابتة. عدم وجود ربط بين حازم وسمير من ناحية ومصطفى وعبد الشافي من ناحية تانية أفقد الزمالك جزء كبير من قوة كان يفترض ظهورها على الأطراف. حتى في الشوط الثاني الزمالك نشط في الثلث الأخير بشكل عام، لكن التأثير الهجومي على الأطراف من ثنائيات الباك والوينج الكلاسيكية ما كانش موجود. ميدو حاول يعالج المشكلة بتبديل حازم ومصطفى فتحي مكان بعض في الشوط الأول. مصطفى ما كانش سيء وقدر يجيب ضربة جزاء بمجرد انتقاله للناحية اليمين، لكن حازم عاتل تماما ناحية الشمال أكتر ما كان عطلان ناحية اليمين. بين الشوطين ميدو بيلقط المشكلة وبيدفع بعمر جمال مكان أحمد سمير. عمر بيلعب هاف رايت وحازم بيلعب باك رايت مكان سمير. تغيير هايل. عمر أهدى وأكثر خبرة من حازم، وحازم أسرع من سمير عشان مرتدات الخصم. حازم برضه كان محتاج ما يلمسش الكرة كتير من وضع ثبات في وقت صناعة الهجمة، يحطها تحت رجله ويدور على اللي يمرر له. حازم بيبقى أخطر لما تكون الهجمة بدأت خلاص وينطلق هو يستلم من وضع حركة. حازم لا يمرر، حازم تمرر له. ميدو إمعانا في قراءة الماتش بيدفع بجعفر جنب أحمد علي عشان يوزع اللود بينهم. محمد إبراهيم بيتحرك يلعب انسايد ليفت، وعمر جمال بيلعب انسايد رايت، وأحيانا بيبدلوا وكتير بيضموا للعمق عشان تتحول الطريقة ل4-2-2-2. بنزول جعفر بدأ دفاع دوان يتعب من الضغط ويقلش كتير. أحمد علي وجعفر وصلوا لكرات كتير جدا جوه ال18 بعكس الشوط الأول، ولولا سوء الحظ والحارس الخزعبلي كان ممكن نخلص بأهداف كتير. في التغيير الثالث اللي أنا متحفظ عليه، ميدو بياخد ريسك كبير بخروج نور الديفندر الدفاعي المتمركز بين فتح الله وياسر إبراهيم وقت الهجمة، وبيدفع بالأكثر اندفاع وسرعة وانطلاق عمر جابر. للأسف عمر ما قدرش يحقق لميدو ما تحمل الريسك من أجله، واكتفى بلعب سلبي عرضي وكان شكله خايف يغلط. يحسب لميدو انضباط الريتم مع سرعة اللعيبة بشكل أفضل. الزمالك في ماتش بتروجيت الشوط الأول لعب رتم سريع جدا أسرع من اللعيبة نفسهم. النهاردة حسيت الريتم عالي لكن اللعيبة بتجاريه بسرعة حركة وتصرف. الزمالك بإمكانيات بدنية أعلى كمان ممكن يفرق قوي. تسألني إيه السر في افتكاك الكرة السريع؟ طب إيه السر في الضغط الهجومي والزيادة العددية الهجومية بدون كشف نص الملعب؟ طب إيه السر في سرعة الارتداد من الدفاع للهجوم والعكس؟ أقول لك مؤمن زكريا. اللي يدي ويخلص ويتعب ويصبر لازم الكرة تديله. مؤمن وإن الحظ عنده كتير، إلا إن الحظ كان مرغم يستجيب لضغوط مؤمن المتواصلة بدون يأس. أخيرا وبعد طول انتظار، في توقيت مهم وماتش جماهيري وفي المرمى لناحية التالتة يمين، مؤمن بيسجل هدف جميل ومهم جدا. لولا إني ما كنتش مستعد نفسيا تتكسر رقبتي كنت عملت نفس السليبريشن بتاع مؤمن بعد الجون. أنا تقريبا فرحت له أكتر منه. الحارس الأفريقي عادة بيظهر بمستوى من اتنين،
يا تحسه ب3 ايدين و5 رجلين كل رجل فيهم فيها ركبتين وبيصد الكوره ولو بودانه، يا بيبقى مرووش والكوره بتدخل ما بين ايده او بين رجله او بتعدي من خرم مناخيره. انت وحظك بقى، عشان احنا محظوظين طبعا. حارس دوان كان شكله واخد حقنه هتلر على الريق وجاي يقرف اللي خلفونا. قوه، توقع، عقل، قرارات سليمه، مفيش تواكل، مفيش استهتار، مفيش هزار. تاني نجوم الماتش. برافو 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 ياسر ابراهيم. عمليه تجريف مرعبه تعرضت لها موهبه كبيره زي محمد ابراهيم في الفتره بين فييرا وميدو. ميدو عليه دور كبير جدا في استرجاع قوه هجوميه جباره زي محمد ابراهيم، لكن محمد نفسه عليه الدور الاكبر. بعيدا عن الاضافه الهجوميه الفعاله، انا كمشجع كوره مفتقد لمسه محمد ابراهيم اللي بتدي للماتش متعه اضافيه، لكن متاكد انه هيشتغل ومش هيزهق. هيستغل ثقه ميدو فيه ومش هيغزله ولا هيغزلنا، وهيرجع نفسه احسن من الاول. رغم اني فعليا بتكيف من ضربات الجزاء اللي بيشوطها محمد ابراهيم، الا انها مقلقه جدا لو الحارس عارفك ومتابعك وعنده سرعه رد فعل وقرر يستناك. لو حارس عنده خبره اكتر كمان، ممكن هو اللي يعمل عليك فنت، يحرك رجله في زاويه ويروح في الزاويه التانيه. هي تكيف بس تخوف. الكوره مش بس بتتقاس بالاجوان والتكتيك والسلبيات والايجابيات الفنيه. الكوره ان افضل واقف على رجلي طول ال90 دقيقه، كل حته فيا بتتحرك مع اللعيبه، متفاعل مع سرعه الريتم، بجري، بعرق، بنهج، بشتم، بتعاطف، بسقف، بتكلم قدام التلفزيون كأن اللعيبه سامعيني. المدهش اني بحسهم فعلا سامعيني. ميدو رجع لنا حاجات كتيره قوي كانت وحشانا. ليلة وحنحلم كل ليلة، ولا ألف وألف ليلة، ونغير في الزمان. ليلة وحنحلم كل ليلة، ولا ألف وألف ليلة، ونغير في الزمان. 2-0 وإن كانت نتيجة جيدة إلا إنها مش مطمئنة. لو لا قدر الله الماتش بدأ هناك في أول ربع ساعة بجون فينا، الدنيا هتتعقد. محتاجين واحنا بنقيم صعوبة ماتش العودة نحط احتمالات ارتفاع مستوى دوان وسوء أرضية الملعب وحكم أفريقي من اللي قلبك ما يحبهمش. الحذر، كل الحذر من ماتش العودة. بعد أسبوع من دلوقتي هتلاقي كل مواقع وصفحات الزمالك بتنقل ترددات لقنوات أفريقية عجيبة اعتقادا إن قناة منهم هتذيع الماتش. حاجة تذل، بس بصراحة هي جزء من روح وطعم ومتعة الماما أفريكا اللي مش قادرة تتجاوز الثمانينات، عندما يصبح التخلف من الكلاسيكيات. أنا كده خلصت. أعمل بقى الشقلباز بتاع مؤمن. تاني حنعيش الفرح تاني، وحروق لك زماني، ونعيش نفس الحنان. تاني حنعيش الفرح تاني، وحروق لك زماني، ونعيش نفس الحنان. انت فرح اللي عاش يا عينيا، وانت بكرة اللي غير فيا، وانت اللي خايفة عليا. يا للحنان بشتاق.